وخليه دايما في وسط احلامك والكلام ده، تبقى انت محدد بالظبط انا مش عاوز ايه. فممكن الحاجه اللي انت مش عاوزها مثلا انك انت تبعد عن اولادك او تبعد عن اهلك. فاذا انت بالنسبه لك لو ركزت على النقطه دي فهتلاقي في فرص بتجيلك، تمام، فرص سواء فرص سفر سواء فرص اي حاجه انت ممكن تقبلها في وسط زحمه الطموحات اللي طايره في دماغك. لكن هل انت لما هتعمل الخطوه دي هتكون سعيد او لا؟ لو انت عارف ان انت جزء من الحاجات اللي انت مش عاوزها ان انت لا انا مش عاوز ابعد مثلا عن اولادي، ففي ساعتها السفر والفلوس الاكتر او الترقيه رغم مميزاتها الكبيره، انت مهما خدت من مميزات السفر عمرك ما هتكون سعيد. ولكن احنا لان احنا دايما بنفكر من وجهه نظر واحده بس، وهي وجهه نظر انا عاوز ايه، انا عاوز ايه، انا عاوز فلوس اكتر، انا عاوز ترقيه، انا عاوز منصب احسن، انا عاوز عربيه افضل، انا عاوز شقه اكبر، انا عاوز انا عاوز انا عاوز. طب في سبيل وصولك للحاجات دي انت فكرت هو انت بتخسر ايه او خسرت ايه في المقابل؟ وهل اللي انت خسرته ده كان من الاولويات بتاعتك او لا؟ بناء على انا علشان اعيش حياتي انا سعيد انا مش هقدر اضحي بايه او مش هقدر اتنازل عن